ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ النهارده عملت تجربه كانت حلوه قوي ومختلفه. نزلت ركبت عجل مع جروب تيك بايك، وكان يوم حلو قوي، وركبنا العجل وعملنا سبق، وكان يوم حلو قوي ومختلف. تعالوا نتعرف مع بعض على صاحب الجروب وصاحب الفكره. خير. مساء النور. ممكن تعرف باسمك؟ محمد عبد الوهاب. استاذ محمد، انا انبسطت خالص في اليوم النهارده، واليوم كان جميل جدا، وانبسطنا بالعجل والرايد وانبسطت بيكم. بس عايزه اعرف فكره الرايد، فكره جديده على سوهاج، جات لك الفكره ازاي؟ اولا انا في جروب الشباب من 2017. فلاحظت ان مفيش جروب بنات بينزل في سوهاج، او مفيش عجل متوفر ليهم هنا. حقيقي احنا ما كناش بنعرف نركب عجل غير في الغردقه. فاحنا قدرنا نوفر من سنه 2020 لحد دلوقتي، نوفرنا عجل متاح لاي حد يركبه، وفي رايدات مخصصه كل يوم جمعه الصبح مخصصه للاسر والبنات. يعني كل يوم جمعه للبنات والاسر. الحلو كمان في اليوم ان النهارده بنات واسر، ما فيهوش وشباب. احنا النهارده عاملين يوم فري في الكوامل، يعني حاجه، يعني الناس كانت تستمتع تقعد شويه معانا، والاسر، واللي حابب يشوي، واللي حابب ياكل، اللي حابب يلعب كوره، اللي حابب يعمل اي حاجه بيعملها. المكان جميل فعلا، وفي ناس انا شفتها كانت بتشوي وناس بتلعب، وكان يوم حلو قوي. طب قول لي مكانكم فين في سوهاج عشان الناس اللي حابه تحكي؟ الجراج بتاعنا احنا اول حاجه صفحتنا على الفيسبوك تيك بايك. اسمها تيك بايك. طيب الجراج بتاعنا في شارع الجمهوريه، الشارع اللي قبل كافيه سجو. قبل كافيه سجو. واللي عايز يحجز خد لك عجله. خد لك عجله، واللي عايز يحجز بالتليفون ولا عن نحجز من التليفون من خلال الصفحه. تمام، شكرا يا كابتن. شرفت. شكرا.